سلام البنات ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفتنا لنهار اليوم مقارون صوص بلانش، يعني مقارون بصلصه الجبن، بزاف هايل بزاف بنين وسهل بزاف بزاف. يعني بما انه رانا فتره الاختبارات اكيد راح يعجب كامل وليداتكم. نجوزو نشوفوا طريقه التحضير تاع هذا المقارون. يعني هي طريقه سهله جدا جدا. اول حاجه نحتاجوها كما راكم تشوفوا لهنا خياتي، انا ديت هذا المقارون يعني هذا الشكل تاع البابيون، وانتم يعني اي نوعيه تكون متواجده عندكم ديروها. يعني كامل نوعيات تاع المقارون رايحين ينجحوا بهذه الطريقه. عندي لهنا كما راكم تشوفوا نص صدر تاع الدجاج، يعني غير نص صدر برك رايحين نديروا به الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. نشدوا هكذا هذاك نص صدر، نقطعوه هكذا يا مربعات صغيره، يعني تقطيع عشوائي كيما تحبوا. هكذا كما راكم تشوفوا. المقله تاعي لهنا راني دايره فيها شويه تاع الزيت ومغرفه كبيره يعني لاباس بها تاع المارغرين. المارغرين راح تمد بنا بزاف هايله في الدجاج تاعنا. ومم يعني هذيك الزبده راح نحتاجوها من بعد نخدموا بها كشغل كشغل كريم بيشاميل، صلصه البيشاميل هي اللي رايحين نستعملوا بها صلصه الجبن. لهنا خياتي بعد ما ذابت هذيك المارغرين تاعنا نجيبوا هذاك الدجاج تاعنا نديروه لهنايا. شوفوا خياتي لهنا رايحين نطيبوه، يعني رايحين نقلوه يعني نطيبوه 100%. هكذايا على نار متوسطه ورانا نخلطوه فيه خطا على خطا نخلطوه. الدجاج تاعنا لهنا ما رايحين نديروا له والو ابار الملح، نديروا له شويه تاع الملح وشويه تاع فلفل الكحل، هذا ما كان هكذا ونخلوه يعني ينقلى. من جهه واحده اخرى راني دايره القدره تاعي لهنايا راهي تغلي. بعد ما غلات درت لها شويه تاع الماء وشويه تاع الزيت ودرت المقارون تاعي راهو يطيب يعني على نار متوسطه. يطيب حوالي من 7 دقائق حتى 8 دقائق، ما نخلوهش يطيب بزاف باش ما يتحرحرش معنا، باش ما يروحش الشكل تاعو. والدجاج تاعي هاوليك لهنايا بعد ما طاب كما قلت لكم يعني نطيبوه تماما. شوفوا لهنا خذا هذاك اللون الدوغي، نجي نصفيوه لهنايا كامل في طبسي. وكما قلت لكم يعني هذيك المارغرين والزيت رايحين هي نفسها اللي رايحين نكملوا فيها الوصفه تاعنا. هكذا نصفيو كامل الدجاج تاعنا ونحطوه بكوتي. من جهه واحده اخرى عندي حبه تاع البصل متوسطه، لهنا كنت سكرفشتها يعني في السكرفيج. هكذايا نضيفها في نفس المقله تاعي ونخليها تتقلى على نار متوسطه، يعني حتى وين ما تدي كامل هذاك اللون الدوغي. شوفوا صدقوني خياتي هذه يعني هذه الصلصه تجي بزاف بزاف بنينه. عندي لهنايا زوج سنينات تاع ثوم صغار، ولا تحبوا ديروا سنه كبيره هكذايا في لاغاب ديروهم مع البصل. هكذا ونكمل نخلط. شوفوا لهنا اللون اللي دا هذاك البصل تاعنا يدي واحد اللون قلت لكم بزاف شباب، ومام يعطي له بنه في الصلصه تاعنا. لهنا عندي خياتي مغرفه كبيره تاع الفارينه. نبقى هكذايا نديرها مع البصل ونبقى نحرك فيها غير بالعقل هكذايا كيما قلت لكم شغل رانا نخدمو في صلصه البيشاميل. هكذا ومن جهه واحده اخرى عندي 2 كيسان ونص تاع الحليب. نبدا ندير الكاس الاول غير بالعقل هكذا وراني نخلط بالفوي. استعملوا لهنايا الفوي اليدوي يعني راح يساعدكم بزاف باش ما تكتلش معاكم هذيك دير لكم كتله واحده. هكذا تنفتح لكم يعني تنفتح بكل سهوله بالفوي. هكذا نبقى نخلط ونبقى نضيف الحليب تاعي غير بالعقل. كما قلت لكم درت 2 كيسان ونص تاع الحليب. هذا الكاس تاع ام والد كيما انا يعني المعروف ام والد. ضفت لهنا شويه تاع فلفل الكحل وضفت لهنايا جوز الطيب. جوز الطيب راح تمد يعني في الصلصه تاعنا راح تمد لها واحد البنه بزاف هايله. ولا هنا خياتي نجيو نضيفوا الجبن. لهنا خياتي الفخوماج اي نوعيه عندكم وكامل نوعيات اللي عندكم تحبوا ضيفوهم. انا لهنايا درت هذايا الجبن الابيض يعني تاع العلب. انا استعملت هذا وليد يجي بزاف بنين. ما نتوما يعني كاين بزاف الانواع في الاسواق، حاولوا دائما تاخذوا النوعيه الشابه يعني البنينه. عندي لهنايا هذا الشيدار ثاني بزاف هايل. وعندي الغويير. انا استعملت لهنايا 3 انواع تاع الفخوماج. كما قلت لكم هذه صلصة يعني مزيج بين صلصة الجبن وصلصة البيشاميل. كما على بالكم صلصة الجبن يعني نستعملوا فيها عدة أنواع تاع الجبن اللي تكون عندنا. ومن الأحسن يعني كما نقول لكم دائما استعملوا نوعية الجيدة، نوعية اللي تكون بنينة تمدلكم بنة في الصلصة تاعكم. هكذايا ونبقى نحرك حتى وين ما يذوب هذاك الفخوماج تاعنا.
هكذا شوفوا الصلصه اللي تحصلنا عليها، صلصه بزاف بنينه. لهنايا خياتي نروح نجيب هذاك الدجاج تاعي، نضيفه للصلصه لهنايا ونخليه واحد الدقيقه، يعني قيس ما يتشرب هذيك الصلصه تاع الجبن. هكذايا شوفوا لهنا خياتي، انايا المقله تاعي راهي شويه لهنا شويه صغيره، نروح نجيب قدره نعاود نفرغ فيها هكذا باش كنضيف المقارون تاعي، يعني راح يكون عنده لتع فاش يتشرب. هكذا كيما راكم تشوفون فرغ كامل هذاك الصلصه تاعي في القدره هكذا تكون يعني مليحه. ونفرغ نجيب المقارون تاعي بعد ما كان طاب، كي يطيب خياتي نصفيوه، نديرو عليه شويه تاع الماء البارد هكذا باش يحبس الطياب تاعو، ونخليوه بكوتي حتى وين ما نوجدوا الصلصه. نفرغوه هكذايا على الصلصه، نخلوه واحد زوج دقائق يتشرب هذيك الصلصه، ونشوفوه جاهز طبق التقديم. وفي الاخير هاوليك لهنايا النتيجه اللي تحصلنا عليها. زدت له برك رشه تاع معدنوس، وصدقوني خياتي يعني البنه ولا اروع، جا بزاف بزاف بنين. سورتو كيما قلت لكم رانا فتره الاختبارات، اكيد راح يعجب بزاف وليداتكم وراحين يفرحوا بزاف بهذه الوصفه. كيما على بالنا بزاف دراري يحبوا هكذايا هذوما العجائن، يعني كامل نحبوهم، يعني كبار وصغار ماشي غير الصغار. المهم خياتي ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعنا تاع اليوم، واذا عجبتكم ما تنسونيش برك تبارطاجيو الفيديو مع ناسكم وحبابكم، وتخلوا لي جيم، واللي ماشي مشتركه في القناه نقولها اشتركي وفعلي الجرس هكذا باش دائما يوصلكم الجديد تاع ام اريج، يوميات ام اريج. تلاقاو المره الجايه ان شاء الله في وصفه جديده. السلام.